صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليكم. وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم مروة العزب، وحشتوني جدا. الفيسبوك بتاعي مروة العزب بالانجلش، يعني مروة العزب لو عايزين حد تعملوا متابعة على الفيسبوك. وصفحة الفيس اللي خاصة باليوتيوب مروة العزب نفس اسم القناة. وعندي قناة تانية اسمها حكايات ماما وأسامة، اللي مش مشترك فيها يروح اشترك دلوقتي. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. وحشتوني بجد يعني. قولي لهم يشتركوا في القناة ثم يا ريت يا تعزوا. جماعة اللي مش مشترك يشترك، واللي مش عامل لايك يعمل لايك، عشان أسامة ابني حبيبي بيقول لكم كده. بحبكم جدا. ربنا ما يحرمني منكم أبدا. انتوا حبايبي واخواتي. وأنا كنت غبت شوية عن القناة، لكن إن شاء الله بإذن الله معاكم دايما بإذن الله. حبايب قلبي، حبايب قلبي، في حد كلمني، ويمكن سنها صغير شوية. فبتقولي يا مدام مروة بعد إذنك كنت عايزاكي تتكلمي إزاي إن أنا أبقى الست الإدمان لزوجي. طبعا قعدت مع نفسي كده وقعدت أفكر و... وقلت إن أنا لازم أعمل حلقة تخص الموضوع ده. طبعا انتوا حبايبي واخواتي، وأنا بتكلم معاكم بكل صراحة. في أي حاجة عايزة أحكي فيها بحكي معاكم، لأن أنا بعتبر إن القناة ديت يعني قاعدة مع اخواتي حبايبي، مش شغل او حاجة. وبعدين انا كنت قاعدة فترة من القناة، فبصراحة ناس كلمتني كتير، ارجعي تاني للقناة، اعملي لايفات، نزلي مشاكل، اطلعي لايفات تاني معانا واتكلمي عن المشاكل معانا زي الاول. انت بعدتي عن اليوتيوب ليه يا مدام مروة؟ والكلام ده كله. لكن ان شاء الله انا راجعه لكم باذن الله احسن من الاول. ادعوا لي ربنا ما يحرمني منكم يا رب العالمين. في ناس بتقولي ان انا تخنت. يعني احاول اخس تاني ان شاء الله، يعني لو انا تخني يعني مضايق ناس. تعال بقى نتكلم في الحاجة الجميلة والموضوع اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. الموضوع عاجبني قوي قوي بصراحة. ازاي تبقي امرأة كذابة؟ ازاي تكوني ست؟ مش هينفع والله خالص، مش هينفع خالص. يعني انا ممكن اصور بعد ما تنام، بس انا ما برضاش. قوي فانا قوي. ازاي اكون امرأة جذابة لجوزي؟ او ازاي ابقى ادمان لجوزي؟ احيانا يا جماعة ستات او بنات بتشوف ناس تقول ياه، اشمعنى دي حظها احسن من حظي، رغم ان انا احلى منها. وده كتير جدا جدا بنقولها. واحيانا زوجة بتقول انا عملت لجوزي كل حاجة وفي الاخر اتجوز عليا. وفي احيانا ناس واحدة تقول جوزي طلقني من غير اي سبب، قال لي خلاص مش هقدر اكمل معاكي. واحيانا بتبقى مثلا ست متجوزة وتلاقي جوزها حب واحدة عليها، بتقول طب انا ليه، انا فيا ايه وحش يخلي جوزي مثلا يحب عليا واحدة تانية، او يفكر في واحدة تانية ويأدمن التانية دي موت. ادمان 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 جامد يعني. وتقول طب انا فيا ايه، وتتكسر، وطبعا بتتصدم، بتتجنن. في ناس اتجننت، يعني في ستات اتجننت، اتجننت فعلا. بتغير بقى من الست اللي جوزها حبها فبتتجنن. انا شفت كده يعني. بتتجنن بقى على الفيس، بتتجنن في اي حاجة من الغيرة، لان هي شايفة ان جوزها مش حبيبها وحبيب واحدة تانية. فطبعا انا هتكلم معاكم في الحاجات اللي ممكن تخلي جوزك يكون مدمنك ادمان زي المخدرات. اول حاجة يا جماعة، يا حبيبي سيبني هبعمل حلقة، ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. فيا حبايب قلبي، احلى حاجة في الدنيا ان انت تكوني ست نظيفة. ده اولا. ما يدخلش الشقة يلاقي شقة عبارة عن قذارة. تاني حاجة ودي المهمة بقى، ان انت تكوني انسانة فاني خالص. يعني انسانة تقدري تشديه قوي 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 قوي. تشديه ازاي بقى؟ تستثمري. يعني انت لو شايفة في جوزك في لبسه او حاجة في الشكل العام مش عاجبك، استثمري فيه، اعتبريه ابنك.
لا يا حبيبي تعالى نخرج، تعالى اعرفك على واحده صاحبتي وجوزها، تعالى تكلميه في التاريخ، تكلميه في الدنيا، تاخديه تخرجيه كانه طفلك المدلل، وتاخديه برضو باقل الفلوس تشيكيه، تلبسيه، تغيري من موده. ان لقيتيه قاعد ساكت حاولي ان انت تفرفشيه، تتكلمي معاه، تضحكيه، اعتبريه ابنك. يعني انت لما بتلاقي ابنك ساكت كده مش بتروحي تقولي مالك زعلان ليه، في حد زعلك في الكلاس، في حد زعلك في السكول، في حد قال لك حاجه، الميس قالت لك حاجه، الكلام ده بتهتمي، اعتبريه ابنك، اهتمي اهتمي. ما تبقاش ست لحوحه، يعني ما تبقيش ست لحوحه. والله لو بص الواحده بره انت بتبقي السبب، والله لو بص الواحده بره انت بتبقي السبب. في الاخر بتقولوا ده هو عينه زايغه، ده بيبص بره، لا، العيب مننا. في حاجه مهمه برضو، ثواني يا جماعه، خدي اعملها لي فيه. تعرفي يا حبيبه قلبي ما تبقيش زنانه. يعني هو انت قلت الحاجه مره واحده، مش تزيني عماله على بطال. ما تبقيش لحوحه بجد. الراجل يعني ممكن تقولي الحاجه وتكبري دماغك شويه، هو هيفتكرها لوحده. الراجل طبعا بيبقى عارف، الراجل الكويس بيبقى عارف طلبات بيته. ما تبقيش انسانه لحوحه، ما تبقيش انسانه عقد بيدخل من باب الشقه حاسس ان هو قاعد مع صنم. لا، لازم تكوني فرفوشه، بتضحكيه وبتضحكي على قد ما بتقدري. دي راجل لو بيشتغل وبيجتهد بيبقى عايز يروح بيته يلاقي راحه، انما يروح البيت ساعات في رجاله بتخلص شغلها وبتروح تقعد على كافيه وتروح متاخر وما بتروحش ترتاح عشان خاطر ان هي مش مرتاحه ببيتها. بتشتغل لله وللوطن، بتشتغل عشان تاكلك بس وتاكل ولادك، مش بيلاقي راحه. احيانا بتنام في اوضه هو في اوضه، ده غلط يا جماعه. يا جماعه ما تسيبيش جوزك ينام على سرير لوحده وانت على سرير لوحدك، غلط، غلط يا جماعه. حتى لو زعلانين مع بعض وبعدين انت زعلانه منه وبتروحي تنامي في اوضه تانية ومش بتكلميه، الملايكه اصلا كده كده بتبقى، يعني بتبقى نعلاكي. ما تبقيش لحوحه، ما تبقيش نكديه. حاولي ان انت الدنيا مش مستاهله، حاولي. راجل بيكافح وبيشتغل عشانك، راجل بمعنى الكلمه، شيلي ازمته فوق دماغك. راجل بمعنى الكلمه، ضحي عشانه. راجل بيصرف عليك ومش بيخليك عايزه حاجه، ضحي عشانه. قليل قوي يا جماعه لما بتلاقي راجل شايل لوحده، صدقوني والله قليل جدا. ضحي على قد ما تقدري عشان جوزك لو راجل محترم. تعملي لي حاجه لازم تجددي في العلاقه، مش قصدي في بس العلاقه عايزه الجنسيه، تركبها في لي. العلاقه نفسها، ماشي. بجميع الطرق، بلبس، بأقل حاجة ممكن تجددي من نفسك، وان انت تمتعي جوزك على قد ما تقدري في علاقتكم. يعني حاجات بسيطة وممكن تقدري ان انت تعيشي حياة اسعد حياة. بحبكم قوي، ربنا ما يحرمني منكم يا رب العالمين، وتفضلوا جنبي وافضل جنبكم. انا بحبكم جدا بجد والله العظيم.